السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهاردة هعمل لكم بقى تحدي بيني وبين قناة شطارة ست بيت مصرية، قناة مديحة حبيبتي. هنعمل تحدي للممبار من اول التنظيف لحد ما نحمره ونحشيه بالطريقة دي، خطوة بخطوة مع بعضنا بقى، ونشوف بقى مين اللي هيفوز من بينا. انا متاكده طبعا هي اللي هتفوز، لانها بجد شطوره جدا وبتعمل اكلات لذيذه قوي. هعرض لكم القناه بتاعتها، واتمنى انكم تشتركوا معاها يا جماعه، بجد مش هتندموا لانها قناتها جميله قوي واكلاتها لذيذه. اهي شطاره ست بيت مصريه. عملت لنا بقى تنظيف وازاي بتتحدى الكسل، وعملت لنا افكار للمدرسه بكل بساطه، وعملت لنا اكلات لذيذه جدا. عملت لنا مخلل الفلفل في 5 دقايق بس اهو. كل القنوات بتاعتها جميله جدا، اتمنى انكم تشتركوا معايا يا جماعه، مش هتندموا بجد. ويلا بقى نشوف التحدي بيني وبين شطاره ست بيت مصريه. خلاص هسيب لكم اللينك بتاعها بقى في صندوق الوصف، ادخلوا بقى وشوفوا التحدي اللي بينا. يلا بينا نبدأ بقى نعمل الممبار من اول التنظيف لحد يلا. دلوقتي انا معايا اهو كيلو ممبار، زي ما انتم شايفين لما بجيبه من عند الجزار بيبقى فيه دهون زايده كتير قوي. اول حاجه بقى في التنظيف هنبدأ نشيل الدهون دي كده، بس بالراحه خالص يا جماعه وانتوا بتنضفوا، علشان خاطر ايه ما نقطعش الممبار. ماشي كده اهو. هبدأ بقى ايه اشيل كل الدهون اللي هي ايه الزياده دي اهي بالراحه خالص، عشان ممكن وانت بتعملي كده تقطعي الممبار يبقى وحش معاكي اهي. شايفين الزيادات دي كلها؟ هنشيل الممبار كله ننضفه بالطريقه دي اهي. امسكوا كده نعمل كده. شايفين الدهون دي كلها؟ كل ده هنشيله. اهو هنخلص الكميه اللي معانا كلها بالطريقه دي. هنشيل كل الدهون اللي قلنا عليها دي وارجع لكم. دلوقتي يا جماعه اوديني نضفت اهو كله من الدهون، شلت الدهون كلها اللي كانت فيه. خلاص هبدأ اعمل ايه بقى وهو بالوضع ده. هبدأ بقى اجيب الملح، ملح خشن يكون خشن يا جماعه، ماشي. وهكب كده اهو، ونبدأ ندعك بقى، ندعك دعكه جميله جدا بحيث ايه ينزل كل الزفاره اللي فيه. خلاص دلوقتي خلاص بعد ما دعكناه كده بقى هنبدأ لحد ما ينزل كل حرف اللي فيه. هبدأ اعمل ايه بقى يا جماعه؟ تحت الميه كده اهو، الممبار تحت الميه، اشغل الميه كده وهبدأ بقى ايه اقلبه كده تحت الميه اهو. شايفين لحد ما نخلص كل الكميه معايا واحنا قلبينها كده. هيبقى سهل معاكم قوي وانتوا بتقلبوه تحت الميه. في اللي بيقلبوا بالمعلقه وبالشوكه، بس الطريقه دي بتبقى اسهل خالص. الميه بتبقى مزفلطه كده وبتنزل الممبار معانا اهو. شايفين نزل كله اهو. هخلص بقى الكميه كلها. دلوقتي يا جماعه انا اهو قلبت كله تحت الحنفيه اهو. هبدا بقى اعمل ايه؟ كل الزبط ده كله هنشيله، هنحط بقى هنا على الرخامه كده، وهنبدا بقى نشيل ايه كل القرف اللي فيه ده كله كده.
هيتشال معانا بكل سهوله. خلاص هنقلبه كده بقى، نعمل الناحيه التانيه برضو كده. اهو من الناحيه دي ومن الناحيه دي لحد ما ينضف معانا. وبرضو لو كان في دهون برضو زايده جوه من الحركه دي يا جماعه هيتشيل برضو الدهون معانا بسهوله. اخلص بقى الكميه اللي معايا كلها وارجع. بعد ما نضفته ونزلت كل اللي كان فيه بالسكينه، هبدا بقى التنظيف الاخير. هنحط بقى ايه، هنجيب دقيق، ويا ريت لو دقيق بلدي بقى، واللي مفيش دقيق بلدي عادي دقيق عادي. هبدا بقى انزل كل المخاط اللي فيه ده كله، كل القرف اللي فيه ده كله بالدقيق. الدقيق هيشيل اي ريحه زفاره فيه، وهيشيل كل المخاط بكل سهوله يا جماعه. ماشي، ندعكوا دعكه حلوه كده بالدقيق. شايفين بينزل كل اللي فيه. خلاص هدعكه وارجع لكم. دلوقتي يا جماعه اهو بعد ما نضفته بالدقيق وشطفته بالميه شطفه حلوه خالص، هبدا اجيب الملح بقى الخشن، وهحط بقى شويه ملح خشن كده كتير كده عشان ينضف برضو اهو. وهندعك دعكه حلوه خالص. نعملها الحركه دي مرتين بالدقيق، وندعك ونشطفه بالميه، وبعدين نعمل ايه ملح خشن وندعكه كويس، وهنشطفه بالميه تاني. نعملها مرتين خلاص عشان ينضف كده ويبقى معانا الممبار نظيف وحلو، وناكله كده من غير ما نقرف منه، واولادنا كده ياكلوا حاجه نظيفه وحلوه. هو متعب يا جماعه في التنظيف، بس على الاقل هناكل حاجه نظيفه، وبالذات الممبار بيبقى مقرف بجد يعني، فلازم ننضفه حلو خالص عشان نعمل. هبدا بقى ايه اشطفه بالميه اهو، ننزل الميه عليه كده نشطفه كده. ندعك يا جماعه، ندعك كده واحنا بنشطف اهو لحد ما نخليه. شايفين بدا ينضف معانا ازاي اهو. هنعمل الحركه دي بقى مرتين. هحط بقى دقيق تاني دلوقتي. خلاص دلوقتي يا جماعه بعد ما عملته مرتين بالدقيق وبالملح الخشن، بصوا نضيف معايا وبقى جميل وبيبرق ازاي. نشطفه بقى بالميه شطفه حلوه خالص. شايفين بقى معانا حلو خالص ازاي. هبدا بقى اعمل ايه برضو. انا كده نضفته بقى من بره، عايزه اتاكد عليه من جوه تاني وانضفه من جوه تاني. هعمل ايه، هجيب الفتحه كده واحطها بقى في الخرطوم بتاع الحنفيه. هنفتح عليه الحنفيه كده اهو. شايفين اي شوائب او اي حاجات من جوه او دهون زياده جوه هتبدا بقى تطلع معايا. يبقى كده احنا نضفناه بقى من جوه ومن بره نضافه حلو خالص اهو. شايفين تعبان بقى اهو عشان ناكل حاجه ايه نظيفه بقى وجميله اهو. افتح كده جامد الحنفيه. هعمل كل الممبار بالطريقه دي يا جماعه. هحطه في الحنفيه كده اهو. اللي بينزل ده كله اهو، شايفين اللي بينزل كل دي الشوائب بتبقى ايه شويه. كل دي بيبقى بعد ما نضفناه وكده، فممكن في حاجه بتدخل جوه او دهون زياده، فكل ده هيبدا يطلع. خلاص اهو نعمل زي التعبان كده، يبقى معانا تعبان كده بيجري في الحوض كده. شايفين التعبان اهو. شايفين كل ده، كل اي حاجه هتبقى من جوه كده مش نظيفه هتطلع. يبقى احنا كده نضفناه من جوه ومن بره بس كده اهو. هبدا بقى ايه انضفه كله بالطريقه دي اهو. شايفين يا جماعه، شايفين نضيف معانا وبقى ابيض ويبرق ازاي. هنضف الكميه اللي معايا كلها وارجع لكم. دلوقتي يا جماعه اهو بعد ما نضفته شايفين بقى يبرق ازاي. نضيف معانا من جوه ومن بره بقى، ما تلاقيش اي زفاره او اي مزفلط ولا اي حاجه. نضيفه بقى زي الفل. هبدا اعمل ايه برضو كده. هجيب بقى الخل، وهنحط بقى شويه خل كده ونسيبهم 10 دقايق في الخل كده لحد ما ينضف خالص ويبرق معانا اكتر واكتر. شايفين هو اصلا بدا بقى ابيض وجميل ونظيف وما فيهوش اي حاجه من جوه ومن بره. زي ما قلت لكم كده تحت الحنفيه كده، وتنزلوا كل اي حاجه من بره بالطريقه دي. وهبدا اعمل ايه بقى. هجيب السكينه وهجيب الممبار وانا نقعاه في الخل برضو. هقطعه بقى
بالمسافه اللي انتوا ايه حابينها اهو. يعني انا حابه اعمل الطول ده، بحبه طويل شويه. هبدا بقى ايه اقطعه كده اهو. نجي بقى نقسمها نصين كده اهو. هنقطعهم كله الكميه معانا، وهنسيبهم بقى نقعينهم في الخل كده لمده 10 دقايق بقى، ونبدا بقى نحشي بقى وناكل احلى ممبار نضيف من ايدينا وزي الفل. خلاص يلا بقى هسيبه في الخل 10 دقايق وارجع لكم. دلوقتي يا جماعه اهو الممبار بتاعنا جاهز بقى وبقى نضيف كله من جوه ومن بره. بصوا لما نقعته في الخل شويه بقى ابيض بيشف كده من البياض يا جماعه. ناكله كده وهو ايه حاجه مضمونه. خلاص إيه دلوقتي خلاص الممبار معايا طماطم مقطعاها مربعات كده حتت صغيره كده زي السلطه، ومعايا بصل مفروم، ومعايا خضره، ومعايا كيلو الا ربع رز لكيلو الممبار. خلاص كيلو الا ربع. ومعايا كوبايه عصير طماطم. ومعايا هنا التوابل بتاعتي عباره عن معلقتين توم، ومعلقه بهارات، ومعلقه كزبره ناشفه، وفلفل اسود، ومعلقه زعتر، ومعلقه بابريكا، ومعلقه نعناع ناشف. يدي للمحشي ريحه ما اقولكوش بجد جميل قوي. خلاص ومعانا الملح. اول حاجه بقى هنبداها طبعا الزيت. دلوقتي هجيب الطبق اللي هنعمل فيه، هحط بقى فيه الرز بتاعنا كده، وهحط البصل. المحشي بيحب البصل كتير يا جماعه، كتروا البصل تاكلي محشي جميل جدا. ونحط بقى الخضره، وهنحط الطماطم بتاعتنا مقطعاها كده حتت صغيره كده زي ما بنعمل السلطه اهو. وهنحط التوابل بتاعتنا كلها اهو. وهحط عصير الطماطم. خلاص وهنحط بقى الزيت بتاعنا. الزيت بقى ايه زي ما انتي تقييمك يعني ايه حاجه بسيطه كده. خلاص عشان يبقى الرز بتاعنا مفلفل وحلو خالص. وهنقلب الخلطه بتاعتنا بقى مع بعضيهم. دلوقتي يا جماعه اهو الخلطه بتاعتنا بعد ما خلصت شايفين بقت حلوه خالص. هبدا بقى اجيب الممبار في كده اهو، هجيبها بقى افتحها كده شويه شايفين نزف من جوه ومن بره كده بقى جميل جدا. همسكها كده يا جماعه كده اهو، وهجيب بقى ايه الخلطه بتاعتي وابدا احشي كده اهو اهو. شايفين اهو، ولا محتاجه قمع ولا حاجه خالص، هو اصلا مزفلط وبينزل لوحده. شايفين اهو. تفتحيها كده بايديكي حاجه بسيطه كده ونبدا نحشي من غير اي حاجه اهي. بس ما نحشيش بقى ايه نملى الممبار جامد علشان خاطر ما يفرقعش معانا واحنا بنسلقها اهو. شايفين يا دوبك نبططها كده تبقى ايه حاجه خفيفه. ليه؟ لان الرز طبعا بيزيد حجمه، فلما نيجي نحطه في الرز بقى مش عايزين الممباره تنفجر معانا في الميه. خلاص نبططها كده اهو تبقى خفيفه خالص كده اهو. خلاص خلص الكميه بقى وارجع لكم. دلوقتي يا جماعه اهو خلصت الكميه بتاعتي كلها زي ما قلت لكم. ما نعملهوش ايه جامد قوي عشان ما يتفرقعش معانا في الميه واحنا بنعملها، يا دوبك يبقى ايه مبطط كده اهو. هبدا بقى نحطه في ميه سخنه. يلا بينا. دلوقتي يا جماعه اهو الممبار بتاعنا اهي الميه بتغلي معانا. هبدا بقى اسقطه مجرد ما يسقط شايفين بيقفل على بعضه، مش محتاج نخيطه ولا اي حاجه. نحطه كده الممبار اهو كله. شايفين اول ما ينزل في الميه السخنه بينزل كله اهو، بيقفل على بعضه كله وما بيتفتحش ولا الرز بيطلع منه ولا اي حاجه. دلوقتي يا جماعه ادينا حطيت الممبار كله. هجيب بقى ورق لورا
وهحطه كده في الميه، وهجيب الميه اللي زادت مننا من خلطه الرز برضه هكبها كده عشان تدي ريحه ايه وطعم جميل. الطماطم والزيت والبصل وكله هيقلب بقى مع بعض، يتشرب بقى الممبار بقى من بره ومن جوه. شايفين لما حطيناه في الميه بدأ يلم ازاي اهو. خلاص هيستوي بقى بتاعي. بعد ما استلق وطلعناه هبدأ بقى احمره اهو. يا دوبك كده يصفر من الناحيه دي ونقلبه على طول مش معانا. كده اهو برضه اهو يحمر بس كده ونقلبه. دلوقتي الممبار بتاعنا اهو احمر من تحت، قلبته في الناحيه دي. هبدأ بقى اطلع اهو. بصوا يا دوبك يبقى لونه مصفر كده حلو خالص تحبيه اهو. نطلعه دلوقتي يا جماعه اهو الممبار بتاعنا خلص معانا اهو وزوقته بقى. يا رب الطبق يعجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك واشتراك في القناه لو عجبكم. خلاص يلا بقى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.